مصر الأهلي يفضل عالي في السحاب، غيرنا يفضل يسحب دايما في التراب. مش قصة دوري وكاس، ده تاريخ طويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 مليون دشليون مبروك، الأهلي بطل الدوري. بطل الدوري بعد غياب سنتين، وده الدوري الكام؟ 43. ده الدوري 43 بعد غياب سنتين. موسم ممتاز ما كناش متوقعين يحصل فيه كل الكلام ده. فالحمد لله بطولة كانت غايبة ورجعت تاني للأهلي الحمد لله بعد سنتين صعبين قوي علينا. الحمد لله ان الاهلي رجع وحقق الدوري. وعايز اشكر ناس كتير جدا. عايز اشكر كولر، الراجل اللي تعب وقدر ان هو من حاجات صغيرة يقدر يعمل حاجات كويسة، من لعيبة كانت بعيدة قوي يقدر ان هو يصلح الدنيا. الراجل اللي في عز ما لسه جديد علينا، لسه جديد على الاجواء، دخل بسرعة وعرف ايه المشاكلنا وعرف يحلها. راجل ما كبرش، راجل عمل حاجات كتير كويسة. حابب اشكر اللعيبة. طبعا في لعيبة اتدلعت، في لعيبة ممكن مش مبسوطين منهم، بس في الاخر اللعيبة هي اللي حققت ده، زي ما هي اللي ضيعت الدورين السنتين اللي فاتوا. حابب اشكر مجلس الاداره. في انتقادات كتير على مجلس الاداره وده طبيعي، بس في الاخر هم جزء من الانجاز ده، جزء من الموسم التاريخي ده. موسم بتحقق فيه دوري ابطال افريقيا، بتحقق فيه دوري، بتروح كاس العالم للانديه، موسم حققت فيه سوبر في بدايته، حققت فيه كاس، موسم استثنائي بكل المقاييس، حققت كل البطولات اللي انت دخلت فيها، حققت العلامه الكامله. ألف مليون مبروك، وإن شاء الله اللي جاي أحسن واللي جاي كله أهلاوي، وبإذن الله يوم الأربعاء نحتفل بقى قدام الزمالك. وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف منكم، هل الزمالك يوم الأربعاء هيعمل لنا ممر شرفي ولا لأ؟ وهل نلعبهم بفريق 23 ولا فريق 18؟ السؤالين دول جاوبوهم لي في الكومنتات. مليون مبروك عليكم، السلام عليكم.